لو لقيت نفسي وصلت في شابتر الباك ستوري بتاع الشخصية الرئيسية في الويب تون بتاعي، وبعدين اكتشفت اني هرسم رجول كتير قوي. تقريبا نص الشابتر هيبقى لقطات لرجول او عضلات، سواء ايد او رجل. بس اكتشفت في النص كده وانا بحاول اتعلم والم نفسي، واتفاجأ اني مش هقعد استخدم ريفرنس في كل مره هرسم العضلات، ان في تركية. الابروتش الاسهل لاغلب الناس، القاعده المعروفه ان ده بارز لبره شويه او في كيرف هنا، يعني ثابت اكتر، وبعدين الحته بتاعه الركبه من ورا، وبعدين هنا في كيرف، وبعدين هنا ثابت اكتر، وبعدين الحته بتاعه الاخر هنا واخر الرجل. تمام. بعيدا عن حلوة او وحشة، بس الفكرة ان دي زي اللي بسرعة كده، اللي هو انت مش كل بانل هتقعد ترسم كل تفصيلة. بس ولو نفترض ان انت عايز ترسم العضلات بس، مش هتقعد بقى تحفظ التركيب التشريحي بقى والكلام ده. والواحد خلقه ضيق. فزي ما في تركاية هنا، اللي هو هنا كيرف، هنا مش عارف ايه، هنا كيرف، هنا مش عارف ايه، وخلت الموضوع اسهل سواء من قدام او من ورا، رسم الرجل في اي وضعية. في برضه تركاية زيها في العضلات، هنشتغل على دي اللي هي رجل من ورا. وعايزين نبين العضلات، مش شرط يعني، اوكي انت ممكن تعمل كده في الاوتلاين ان انت تبين ان الدنيا، يعني يا لهوي ده رجله هتفرقع، ده رجله مش عارف ايه، وتقعد تتخن فيها وبتنن، ويا الله كل تمام. you get the point across. بس يعني تعب بلس هتقعد بقى تكبر مش عارف ايه، وبعدين هتيجي في النص هنا انت مش عارف برضو مين فين، ايه اللي المفروض يتظلل وايه اللي مش عارف ايه. ولو ظللتها بالطريقة العادية هيبقى كل اللي انت وديته ده في الهواء، هيبان ان هو مثلا تخين او عنده دهون زيادة مش عضلات. البوينت في العضلات ان هي بتبقى بارزة، بتبقى ناشفة. انما لو دهونه، لو انت ظللتها بالطريقة العادية هتبقى دهون. تمام. فلو رجعنا لدي، زي ما هنا في كيرف، هنلاقي ان هو بارز من الحتة دي، فهنلاقي الحتة دي فيها عضلة كده، وبعدين الحتة دي ستريت اكتر، يبقى ممكن ندخلها لجوه بالظل. هنا دي هنضلل تحت الحتة المليانة هنا. ظهر الركبة هيبقى متظلل بس مش كله، لان اكيد هيبقى فيه شوية جلد بارز او مكان التنايات بتاعة الجلد، بس هتبقى متظللة اكتر من دي. يعني انا لو ظللتها زي دي هيبقى غالبا الشكل غلط، هيبان ان هي مخرمة، بس هتبان اكتر لما نيجي نلونها يعني. او لو ركزت في الفاليوز، هنا دي بارزة، دي في حد ذاتها عضلة اصلا. وبعدين هنا دي بارزة شوية بس مش قوي، يعني في حتة كده بس مش اوفر، فدي برضو في عضلة. الحتة دي هتبقى متظللة، الحتة دي هتبقى متظللة. وبعدين هنا بقى في اخر الرجل هنعمل الحركة دي. تمام. قد يبدو شكلها غريب هنا، بس لو جينا مثلا طبقنا ده، شكلها عادي جدا، مفيهاش اي حاجة مميزة هنا مش عارف ايه. وجينا بقى لوناها بنفس الطريقة دي من غير حتى ما نحدد. الحتة دي بارزة، اوكي هنعملها انها عضلة مفردة. الحتة دي داخلة لجوه، هنظللها حاجة بسيطة علشان فكرنا هنظلل دي تظليل اتقل، لان دي داخلة لجوه خالص، دي يا دوبك بس يعني متنية لجوه. الحتة دي مليانة او عضلة. الحتة دي بارزة حاجة بسيطة، زو زو، واهو هو، لان الحتة دي بتبقى بارزة لبره برضو، اللي هي مش فاكرة اسمها، بس ما علينا يعني. آه بعدين الحتة دي المفروض تكون داخلة لجوه اكتر، لان العضلات دي بارزة. هنظلل التظليل بتاع بقية الرجل بقى، والتلوين بتاع بقية الرجل كله. هيبان الفرق لما يتم التأكيد بقى على التظليل ده، سواء بالقلم الرصاص او بالقلم الجاف او بالماركرز او ايا كان. بعدين نفتكر ان الظل برضو والضوء، الكلام ده جاي منين، فعلشان تبان منطقية اكتر محتاجناش نضخم الدنيا ونبهدل الأحجام علشان نظبط إلى حد ما، أو تبان إن فيها عضل إلى حد ما، بس منطقية يعني مبلوعة. فرضنا مثلا هنعملها من قدام، نفس الفكرة برضو. اكشلي من قدام إلى حد ما أسهل، علشان هيبان فيها التقسيمة أكتر. مهم. 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 مهم.
فيا طبعا انا مش محتاجة يعني اقول ان دي شكلها مقنع اكتر من ان احنا نقعد هم، مهم، واهو ونتخن دي، نرفع دي، نتخن دي بقى قوي علشان يبان ان هو معضل جدا. لا يعني دي نفس الاوتلاين، بس نلعب في التظليل اللي جوه بنفس الطريقة اللي احنا حافظينها من غير ما نقعد نشوف الريفرنس كل شوية. هتختصر مجهود ووقت كتير قوي. فيا enjoy.